السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. في هذا الفيديو سوف أقدم لكم وصفة خبز بالحليب محشو بالشوكولاتة. صراحة هذه الوصفة رائعة جدا جدا، طرية وهشة مثل القطن. نبدأ بالمكونات. لدينا دقيق، يعني 3 أكواب وربع دقيق. لدينا نصف كوب حليب، ملعقة كبيرة زبدة لينة، نصف بيضة، 2 ملاعق صغار حليب بودرة يعني إذا توفر، 3 ملاعق صغيرة خميرة فورية، وربع كوب سكر، ولدينا نصف ملعقة صغيرة ملح. نبدأ أول شيء أعزائي المشاهدين بخلط الحليب مع الخميرة فورية، مع السكر، مع الحليب بالبودرة، حتى تنحل الخميرة وباقي هذه المكونات. طبعا أعزائي المشاهدين، إذا لم تتوفر لديكم حليب بودرة ليس بمشكل، يعني يمكنكم الاستغناء عنه، لكن إذا توفر لديكم أفضل، وسوف تكون طرية يعني بدونها، أو يعني بدون حليب بودرة أو مع الحليب بودرة. ثم نقوم الآن بالخلط. طبعا أعزائي المشاهدين، هذه الوصفة تعد 3 أكواب وربع ب250 غرام. وصفة كافية جدا. كمان قمت بها، يعني ينصحكم بتجربة يعني نصف الكمية أفضل. دائما في أي وصفة تجربونها على الإنترنت أو من عندي أو من عند أي شخص آخر، دائما بنصف الكمية أفضل. ثم الآن أعزائي المشاهدين نضيف الدقيق والملح، ثم نقوم بالعجن. وسوف تجدون كمية نصف كيلوغرام في أسفل هذا الفيديو. يعني المكونات المقادير سوف أقولها في الفيديو، وسوف تجدونها أسفل هذا الفيديو. 500 غرام تعادل تقريبا، وليس تقريبا، يعني تعادل 6 أكواب ونصف دقيق، كوب حليب، نصف كوب سكر، 2 ملاعق كبيرة حليب، بيضة، و2 ملاعق كبيرة أو ملاعق طاولة زبدة لينة. ونحتاج يعني كيس من الدقيق، عفوا كيس من الخميرة الفورية. كما نلاحظ أعزائي المشاهدين، هكذا العجينة نقوم بوضعها حتى تختمر مثل الآن. ثم الآن نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات. طبعا أنا استخدمت الميزان وليس بشيء ضروري، فقط بالعين. أنا قمت بتقسيم هذه العجينة إلى 5 كرات، يعني سوف تعطينا بطبيعة الحال 5 خبز، لكن يمكنكم تقسيمها إلى 10 مثلا أو 8. فقط هي ب5 كرات سوف تكون كرة الخبز كبيرة، قطعة الخبز كبيرة. الآن أعزائي المشاهدين نقوم بفتح العجينة بقليل فقط من الدقيق، ولا نكثر من الدقيق. ثم نقوم بتحضير الشوكولاتة. طبعا سوف استخدم الشوكولاتة للطلي المعروفة عادي. إذا لم تتوفر لديكم شوكولاتة أو لا ترغبون بالشوكولاتة، يمكنكم وضع لوز بودرة مع خلطه مع قليل من الزبدة السائلة مع القرفة، سوف تكون طيبة جدا، طعمها لذيذ جدا. نضيف الآن أعزائي المشاهدين الشوكولاتة، يعني لا نقوم بإكثار الشوكولاتة ولا قليل، فقط كمية مناسبة حتى لا تخرج من العجينة، لأنه إذا خرجت من العجينة سوف تحترق. ثم الآن نقوم بغرقها بأحكام حتى لا تخرج الشوكولاتة كما هو موضح في الفيديو. وسوف نحتاج آخر شيء أعزائي المشاهدين قليل من الماء، يعني قليل من الماء حتى نقوم بغلق هذه العجينة، فقط القليل لا نكثر، ونحرص دائما على غلقها جيدا. صراحة أعزائي المشاهدين أنصحكم بتجربة هذه الوصفة. وصفة رائعة جدا جدا، وهشة قطنية جدا. يعني حتى بقيت هذه الوصفة إلى غد، يمكنكم وضع في آلة الخبز وتصبح كما أخرجتها الآن من الفرن. لأن أعزائي المشاهدين سوف نحتاج فقط نصف بيضة كافية، يعني إذا استخدمت النصف الكمية 3 أكواب وربع سوف تبقى لدينا نصف بيضة. نقوم بإضافة 3 ملاعق من الحليب مع خلطها مع البيض، حتى نقوم بدهن الخبز وتعطينا شكل جميل، لون جميل.
كمان نلاحظ في الفيديو قمت بدهنها بالبيض والحليب، يعني دون إنزال البيض والحليب تحت الخبز، فقط من الفوق. يعني إذا نزل على الطبق سوف يحترق. طبعا لمن تتوفر لديه ورقة زبدة أو أي شيء، فقط يقوم بوضع الدقيق في الطبق ولن تلتصق، بدون زيت، لا تستخدمون زيت. الآن نقوم أعزائي المشاهدين بوضع في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة أو 20 دقيقة. هذا أعزائي المشاهدين الخبز بعد ما خرجته من الفرن. مثل ما تلاحظون كما قلت لكم، اخترت أن يكون حجمه كبير. يمكنكم تقسيم إلى 5 إلى 8 أو 10 كرات حسب الرغبة يعني. نلاحظ أنه كيف هو هش وطري جدا. شوف الشوكولاتة لم تخرج عن العجينة، صراحة طعمها لذيذ جدا جدا. إذا عجبكم أعزائي المشاهدين الفيديو لا تنسوا بالنقر على زر لايك والاشتراك بالقناة.